أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار. انا جيت. السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ريت بقى نصلي على النبي قبل ما نبدأ الفيديو، وتحطوا لي لايك بقى عشان اللايك بتاعكم ده هيدعمني ان شاء الله ويرفع لي الفيديو. طبعا انا اتأخرت عليكم زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي فاتت، كان عندي برد ومتبهدله. الحمد لله اتحسنت بدون بقى ما اعمل تحاليل والحمد لله. بس هي في برضو كحة لما بتمسك فيا، يعني ما يعني بتمسك ما بتسيبنيش، فتقريبا دي من الجيوب الأنفية. كده انا وصلت المحطة، كانت الساعة 12 ونص و5. لو بصيت على الساعة هتشوفوا ان كده وصلت المحطة، كده روحنا الحمد لله. كانت الساعة 12 ونص و5. رحت على طول على البيت، بدأت ان انا اشوف إيه اللي ورايا، لاني كان في حاجات كتير ورايا في البيت. فهتشوفوا معايا طبعا، انا اسملكوا الفيديو لاني هيبقى طويل جدا. فالنهارده هيبقى الأوضة والمطبخ، لأني بجد كان في شغل كتير لسه هيتعمل. فأنا قسمتها. طبعا أنا روحت طلعت كيس لبن اللي قدامكم ده، كان جوزي مطلعه من الفريزر. أنا بخزن البلح زي ما قلت لكم قبل كده. اللي متابع فيديوهاتي هيعرف ان انا بجيب البلح واخزنه في الفريزر، وفي وقت ما بيكونش موجود بنطلع ناكل منه. طلعت كيس لحمة برضو، طلعت كيس لبن علشان خاطر احنا كنا جايين ما فطرناش الصراحة. ماما بقت عمالة تقول استنوا افطروا، وانا عشان كنت مستعجلة عشان بنتي كان عندها درس. فما كانش ينفع ان انا استنى. طلعت كيس اللبن وقلت ايه، اعمل لهم شاي بحليب واعمل لهم لبن لان هم بيحبوه. بس كده سبته بقى يغلي. وطلعت برضو بامية من الفريزر، قلت ان انا هعمل بامية و... والصلصة برضو سبتها لما تتعمل. كده سلقت اللحمة، كده انا عملتها على طول. الصلصة طبعا حطيتها كده عشان تفك من التلج، عشان اخلص بسرعة سريع سريع كده. قطعت البصلة. البامية دي اللي انا مفرزاها معاكم ما شاء الله كأني لسه جايباها وعاملاها مسكرة جدا جدا جدا. ما شاء الله اعمليها. شوفوا الفيديو ده، انا ممكن اسيبه لكم في صندوق الوصف او في العلامة اللي بتظهر من فوق الشاشة. شوفوا الفيديو وبجد هيعجبكم جدا، وطريقة سهلة قوي قوي. انا عاملاها بثلاث طرق. التلاتة ما شاء الله كويسين وبيعملوا يعني ينفعوا معاكي. كده انا خلاص شوحت، سبتها لما تتشوح. ما بحطش الصلصة الا لما تفك معايا البامية. عملت الرز برضو سريع سريع. الرز ما بياخدش وقت خالص. كله على يعني كله على البوتاجاز مرة واحدة. مش مثلا بستنى لما دي حاجة تستوي وارجع اعمل، لا كله كده مع بعض عشان اشوف اللي ورايا عشان ما اتاخرش. طبعا حطيت الاكل على النار ودخلت اروق. وفي حاجات كتير جبتها وانا جايه كان البيت محتاجها. انا برضو هوريكم الحاجات، الطلبات اللي انا جبتها، لاني كان يوم كان السوق عندنا شغال. فانا عديت بالمره في حاجات انا محتاجاها جدا وهتنفعني في التلاجة. اشوفوا الفيديو. جبت اول حاجه الحليب ده، حليب المراعي تحفه ما شاء الله. الازازه من دي ب 16 جنيه. ماشي، جبت ازازتين كده زي ما انتم شايفين اهي. جبت جرينلاند، علبة جبنة جرينلاند برضو حلوة انا عجبتني. في طعم تاني فيتا ستادا برضو بالفلفل الاسطنبولي، اقصد بالطعم الاسطنبولي. برضو حلوة عجبتني. العلبة من دي كانت بكام يا ربي؟ ب6.5 تقريبا، او حاجة زي كده، ب6.5. جبت علبتين. ماشي، جبت الحلاوه البوادي الواحده ب2 جنيه، حلوه جدا برضو طعمها حلو قوي البوادي. جبت 3 منها علشان خاطر ولادي 3 بيحبوا ما شاء الله الحلاوه. جبت برضو حاجه زي كده، ده اللي عنده ناموس هيعرف العيدان دي. دي عيدان للناموس بجد فظيع. الناموس هنا بيقول لك يا انا يا انت يعني، وفي الاخر برضو بيتغلب عليكي ويخليكي تلطشي في نفسك وما بتعرفيش انت بتضربي نفسك ازاي. العلبه من دي فيها 30 عود. هو بيتباع لو رحت جبت من حد بره بيتباع العود بجنيه. انا جايبه العلبه فيها 30 عود ب 20 جنيه. يعني كده انا كسبانه فيها 10 جنيه. يعني ما شاء الله كده وفرت 10 جنيه، مش كسبانه، وفرت 10 جنيه، لان انا
بجيب العود من بره بجنيه، فانا دي العلبه كلها فيها 30 ب 20 جنيه، فانا كده وفرت ايه بسم الله الرحمن الرحيم ال 10 جنيه. حلوه جدا. اللي عنده جيوب انفيه بيحس بنار رهيب اصلا. بتتعب بس بتموت لك الناموس، بس بجد يعني حاجه فظيعه. اوفر بقى من بسم الله الرحمن الرحيم البيراسول بقى والريد والكلام دوت. بيوفر كتير يعني. انت بتجيبي الازازه بتخلصيها في الشقه كلها، والازازه ب 14 جنيه بتخلصيها في الشقه كلها. انا ممكن بحط بصراحه عود في كل حته، يعني بشغل 4 عيدان او نعم يا بابا. بتاع الناموس. بحط 4 عيدان في الشقه. في الانتريه، في الصاله، في الاوض الاتنين، في المطبخ كمان عشان بيخش لي، فبيوفر يعني. لو حسبتيه 4 جنيه مش حاجه. جبت برضو نسكافيه اللي هو التلاتة في واحد، ده كان نازل عرض مع الكوبايه بتاعته 43 جنيه. انا بحب العروض جدا يعني، انا بظبط في العروض بصراحه. ده بيرسول. ده اسمه برسيل. 2 كيلو ونص، لا 3 كيلو. 2 كيلو ونص. ماشي 2 كيلو ونص. معاه ازازه جل. جل اللي هي كيلو، هي 990 يعني يعتبر كيلو ماشي. بس هي بتقعد ما شاء الله معاكي يعني انا بتملي بس الغطا وتحطيه بسم الله ما شاء الله بيقعد. بس في عيب بصراحه يعني، انا عامه انا ضايقني في الجل حاجه، ان لما الهدوم بتنشف بتحس بريحه مش حلوه فيها، مش عارفه ليه. رغم ان بحطها في شطفه كمان يعني، انا بعد ما الغساله بتخلص بشغل الغساله تاني على شريف تاني وازود انا ميه. فانا مش عارفه العيب ده، لو حد عارف برضو عنده نفس الحكايه ولا لا. نعم يا بودي. ماشي يا حبيبي. العرض ده ب 80 جنيه. ما شاء الله حلو جدا برضو موفر. بس برضو اللي عنده العيب دوت يقول لي، عشان انا مش عارفه ايه ليه كده يعني. فاللي عارف يقول لي يعني. ماشي كده اهو. نيجي بقى للبلاستيكات. جبت المنظمات دي. طبعا معلش هي فيها تراب طبعا من عند الراجل. لان هما كانوا يعني واقفين كده، انا رحت السوق جبتهم من السوق بصراحه. كان واقف في الشارع، فالبلاستيكات بتبقى مليانه تراب لان كان الجو تراب جدا، فايه اتبهدل. التلاته من دول ب 10 جنيه. ماشي التلاته ب 10 جنيه. انا جبت 4، انا كنت محتاجه الالوان دهيت، ما لقيتش الوان تانية، ما لقيتش ابيض، ما لقيتش. فانا بفكر في حاجه كده، وخليكم برضو متابعين معايا، انا هعمل حاجه يعني ان شاء الله. جبت برضو المنظمات للتلاجة. حلوه جدا يعني برضو عجبني. فتحات من كل ناحيه، فده حلو ان هو هيدخل لي الهواء الساقع للحاجه للخضار من كل ناحيه. فاهمين يعني؟ حلو جدا برضو. ده التلاته منه برضو ب 10 جنيه. عجبني. فانا برضو هنظم معاكم التلاجة، وهتشوفوا انا هعمل معاكم ايه. ان شاء الله باذن الله هنظمها برضو في خلال الفيديوهات الجايه، فبرضو تابعوا معايا الفيديوهات عشان تشوفوا انا هعمل ايه بالمنظمات دي. اهو زي ما انتم شايفين ده شكل المنظم. حلو قوي. هحاول ابعد لكم الكاميرا عشان تشوفوا. اهو بينت لكم المنظمات التانية، مش مشكله. ماشي اهو. يعني عجبني ما شاء الله، الوان كتير اهو، الوان كلها رقيق قوي يعني هادي. مش مبهرج ولا الكلام ده، لا حلو هادي. ماشي ده التلاتة ب 10 جنيه برضو. نيجي للمنظمات بقى الكبيره الحلوه الاموره دي، انا بعشقها بجد. برضو معلش البهدله طبعا متبهدله من الشارع، في متبهدل وفي نضيف. بحط فيه كل حاجه انا عايزه انظمها. شركه ما شاء الله نظيفه وحلوه قوي، وانا جايبه منها كمان، اصلا كنت جايبه منها 3. كنت جايبه منهم 3 قبل كده. فانا اول ما شفت وقعدت ادور على الراجل ده بصراحه، بس النوع ده مختلف عن ده يعني. ده البلاستيك بتاعه اللي هو البيبي اللي هو النضيف ماشي، البلاستيك الحلو ده ما لقيتش العلامه دي. بس انا بصراحه انا محتاجه المنظم نفسه يعني، مش هيشترط يعني. انا عاجبني وما صدقت بصراحه ان انا لقيت الراجل، فرحت جايه قفشه في الحاجه وقلت بقى انا بص انا عايزه من ده. وفعلا جبت منه ما شاء الله الاثنين دول. ماشي حلوين جدا بسم الله ما شاء الله. ولا وبيلموا حاجات كتير جدا. ده الواحد ب 10 جنيه زي ما قلت لكم. جبت بقى باسكت زباله عزكم الله طبعا. بس انا حاطه فيه دلوقتي ما صدقت برضو اول ما جيت رحت حاطه فيه على طول. فطبعا مش هينفع ان انا اوريه لكم. هو باسكت بسيط جدا برضو. زي ده زي النظام ده برضو ب 10 جنيه. باسكت قد كده، قد كده قصدي اهو قد كده. بس كده دي المشتريات اللي انا جبتها، وتعالوا نشوف بقيه الروتين. او جبت معلش اسفه، جبت برضو ده معطر ده بريحه اللافندر. ده اول مره اجيبه بصراحه، فانا مش عارفه، بس هو انا بعشق ريحه اللافندر الحمد لله. فانا جبت المعطر ده طبعا عشان امسح بيه الشقه، وكمان عشان اعطر بيه برضو. ريحته جامده، ريحته حلوه قوي. انا بعشق ريحه اللافندر بصراحه، بعشق ريحته قوي. بس ده ب 7 جنيه.
برضو لقيته حلو رخيص كده حلو فعجبني، فهجربه برضو في المسح والكلام ده، فان شاء الله يطلع كويس. بس كده. بصوا التراب، يعني بصوا طبعا اسبوع، يعني اسبوع 8 ايام، يعني لازم. وانا البلكونه ما بقفلهاش على طول زي ما انتم شايفين كده، ما بقفلهاش عشان خاطر يقال الله اعلم، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، ان السيراميك بتطلع اشعه يعني حاجه كده مش كويسه للشقه، وبتطلع حاجات يعني مش كويسه، فلازم تفتحي الشبابيك وما تقفليش الشقه. طبعا جوزي كده كده بيبقى قاعد، فالشقه كلها بقت تراب، يعني بصوا تراب ناعم ازاي، بصوا شايفين؟ يا رب، ده احنا مولنا موال، بصوا. يعني انا بس عايزه اوريكم، انا عماله العب بيها، بصوا شايفين؟ يعني طبعا كل ده بصوا هقلب الاوضه دلوقتي. يلا بقى نبدا، بسم الله. على منظر البلكونه بصوا، طبعا الزرع بقى له اسبوع خلاص نشف يعني، بس بسم الله ما شاء الله، الحمد لله ان هو ما نشفش قوي، الميه خلاص نشفت خالص. بص التراب والله مسحها قبل ما امشي. طبعا انا بص، انا معديه عشان اشوف المنظر النيله ده يعني. خش جوه يلا يا بودة. بصوا طبعا دي انا سايباها لسه، هزرع فيها حاجات. يلا بقى توكلنا على الله، بس قبل ما امسح هسقي الزرع عشان هينزل ميه، فلما هينزل ميه انا هسقيه، انا قصدي همسح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لازم، هو زمانه عطشان جدا، فانا هسقي لغايه ما هيقول لي خلاص انا كده ايه اتمليت يعني. ده بقدونس يعني ما شاء الله، انا هبقى ازرع لكم وهعرفكم بيكبر ازاي، وما شاء الله بيبقى كده الورقه جميله خضره جميله كده ما شاء الله، بيبدا كده. انا قصيت منه على فكره، كل ما بتقصي منه كل ما بيبقى احسن. هجيب ميه تاني وهكمل. ودي زرعة ريحان يعني برضو خلاص نشفت. طبعا هو زي ما بصوا انتوا شايفين عامل كده ما شاء الله، اول ما بيتسقي تبص تلاقيه الورق فرد تاني وبيبقى حلوة جدا ما شاء الله، وريحتها بقى رهيبة بجد. بصوا الزرعة بدأت ايه خلاص تتشرب، هسقيها سنة كمان واسيبها بقى ايه، ما بسقيهاش زيادة عن اللزوم عشان خاطر ما تعفنش وتموت. كده كده بقى ايه، هسقي دي كمان تاني اهو. كده الهدوم دي بقى كانت موجوده من قبل ما اسافر على المنشر، وجوزي طبعا لم الهدوم لان انا غسلت كتير. انا قلت لكم ان الغساله عندي كانت بايظه، فانا كنت بغسل مره واحده والسفر جه على فجاه، لاني كانت في حاجه يعني لازم ان انا هعملها، لازم هسافر عشانها، اللي هي طبعا العمليه جت على فجاه، فكان في الهدوم كتير جدا، فانا كان لازم اغسلهم مره واحده. وجوزي بقى ايه كتر خيره لمهم علشان خاطر التراب وكده، فانا ايه طبقت الهدوم على طول. الشنطه اللي انا بوريها لكم طبعا زي الشنطه اللي انا كنت مسافره بيها، بس دي فيها يعني جت فيها غلطات كده، بس ربنا يسامحهم. الجيب بينفذ على اللي بعده، يعني مش معمول مش مقفول، فربنا يسامح بقى اللي ما عندهمش ضمير. بس كده هلم الهدوم كلها واوريكم.
الحمد لله لميت الهدوم وخلصتها والسفرة بقت حاجة تمام. اللي ورا دي ترابيزة المكوى انا ما بستخدمهاش، فانا حاطة عاملاها كده مغطياها. وطبعا زي ما انتم شايفين انا الأوضة على المحارة، الأوضتين، أوضة الأطفال وأوضة النوم، والحمد لله راضية بيهم جدا وإن شاء الله خير. مع الصبر هتقدري تعملي كل حاجة. طبعا اللي هيسأل ان الملاية دي هي اللي كانت مفروشة والدفاية والكلام ده، هي اللي كانت مفروشة، انا كنت فرشاها قبل ما امشي وكانت نضيفة، وعارفة ان جوزي اصلا ما بينامش هنا، بينام طول ما احنا بره، بينام في الصالة قدام التلفزيون، فما بينامش هنا والملاية نضيفة. انا قلبتها على الناحية الاصلية بتاعتها، انا كنت قلباها على الناحية التانية علشان لو اتطربت بس هي الحمد لله كانت نضيفة وما اتطربتش قوي. وانا عدلتها كده وباين عليها ان هي نضيفة. كده الحمد لله خلصت الأوضة وبقت زي الفل كده تمام. طبعا دلوقتي العصر بيدن، يعني احنا جينا الظهر. حلو كويس. اصل انا يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اول حاجه بدأت فيها هي الأوضة دي. لسه قدامي موال، يعني لسه قدامي الأوضة الصغيرة والصالة. انا في اخر حاجه بعملها هي الصالة والمطبخ والحمام. انا ببدأ بالاوض عشان خاطر التراب اللي بيطلع منها ما يبهدلش الصالة لو انا عاملاها. يعني انا ما بعملش الصالة غير اخر حاجة، فهي اخر حاجة هعملها. معلش طبعا الضوء عامل خالص مش هتشوفوه كويس. كده هي الحمد لله وهي دي السجادة اهو. معلش الحته اللي انا مسحه بيها اهي. كده الحممد لله برضو تمام. كده الحمد لله تمام. مع السجاده طبعا مش على مقاس الحته دي، لان انا حاطه حاجات تحت ترابيزه السفره، لان انا ما عنديش مكان احط فيها زي ما بيقولوا كده كراكيب. يعني هي كده انا محتاجاها فبحطها تحت ترابيزه السفره بصراحه، عشان خاطر ما عنديش مكان تاني، يا اما بقى في البلكونه
وانا حاطه برضو حاجات في البلكونه بس بلاستيكات انا هستفاد بيها، يعني مش اي حاجه. بس كده نرجع نعمل بقيه الحاجه يعني. تعالوا بقى نخلص بقيه الشغل اللي ورانا. كده الحمد لله خلصت الأوضة ودخلت على المطبخ، خلصت المواعين. معلش المقطع كالعادة اني بعد ما بغسل المواعين وخلاص غسلتها بكتشف ان انا اصلا ما كنتش مشغلة الكاميرا، فكالعادة انا بتبقى تايهة مني. جبت كده بخاخة واحط فيها كلور خام، انا عايزة ان هو يبقى خام علشان يطلع الاصفرار بتاعها بسرعة. طبعا الاصفرار ده من كركم بلبن، دايما بشرب كركم او كركم بلبن، فمرة على مرة لما بيدلق بيصفر. فانا جبت البخاخة وحطيت فيها كلور خام، انت ممكن تجيبيه تحطي ميه بس انا عايزاه يطلع بسرعه. طبعا اللي عنده حساسيه يا ريت يلبس كمامه، او في العاده البسي كمامه وابعدي عن الكلور عشان الريحه. الموضوع طبعا بقيه الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لان البنت كلمتني تاني عايزه تعرف هي دلوقتي هيقولوا للبنت الصغيره ايه لما تسال عن مامتها، لان الطبيعي هيجي يوم وتسال تقول ماما فين. فدلوقتي مش عارفين يقولوا لها هي مامتك توفت ولا حصل منها كذا كذا كذا، ان هو طبعا اللي انتوا عارفينه الموضوع، فمش عارفين يقولوا ايه. فيا ريت كلنا نقول لها هي تعمل ايه، لان بجد انا نفسي ما عرفتش ارد عليها، فاغلبيه التعليقات هي هتقراها. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مره بتتفرجوا عليا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي حاجه انا اعملها لكم. هتلاقوا الصفحه الرسميه اللي ممكن تكتبوا اي موضوع عنها في صندوق الوصف، والصفحه بتاعت التيك توك وكل حاجه تخصني. يا ريت ما تنسوش اللايك بقى، عشان اللايك ده هو اللي هيدعمني وهيرفع لي الفيديو ان شاء الله. كان معاكم شيماء من عيش بطبيعتك مع شيمو. سلام عليكم.